مبدئيا عشان نبقى متفقين، المصري فريق قوي ومحترم، ناقصه شويه رتوش بسيطه في حراسه المرمى والباك رايت مع شويه تدعيمات على دكه الاحتياطي، وهيبقى بعبع لاي فريق في افريقيا، مش مصر بس، ده لو حافظ على قوام فرقته وما باعش لاعيبته. بس قلت افكركم بالموضوع ده عشان اخفف عنكم حاله غممان النفس اللي صابت كتير من الزملكاويه بخلاصه اداء الزمالك النهارده. ومن مفارقات القدر ان الزمالك لعب المصري السنه دي 180 دقيقه، راح فيهم على جون المصري بهجمه ونص، جاب جونين واخد ال6 نقط. الصراحه انا لو مكان حسام هتنقط. الزمالك بيبدا ب4-2-3-1 نفس تشكيل مباراه الجيش، الشناوي قصاده الونش وعلي جبر، على يمينهم حسني فتحي، على شمالهم احمد فتوح، 2 ديفندرات طارق حامد ومعروف يوسف، قصادهم شيكابالا في اليمين، محمد ابراهيم في الشمال، ايمن حفني في القلب تحت باسم مرسي. فتح كلام كده، التشكيل ده بيقول ان الراجل عاوز يثبت الفريق وما بيحبش اختراع الروتيشن، ومش هيغير غير في اضيق الحدود لاصابه او ايقاف، او لما يجيب اخره ويتخنق من لعيب، وغالبا لما هيجيب اخره من حد مش هيشممها له تاني. واخد لي بالك منك له ولقد ازعر من جنزر. تاني ملاحظه، انه غالبا في المرحله الحاليه ومن خلال حاله اللعيبه اللي معاه فنيا وبدنيا هيلعب دفاع منظم وهجمه مرتده، والماتشات هتبقى بنظام اخطف واجري. انا قلت اعرفكم برضو عشان العشم ما يقتلكوش انكم تلاقوا تحول كبير وكرة شاملة ومتعة والحاجات اللي مش مصروفانا الموسم ده. وبيني وبينكم لو ده تفكيره فهو تفكير منطقي وواقعي جدا، لانه محتاج تلم نقط بدل اللي بحترتها يمين وشمال قبل كده عشان ترجع الثقة للعيبة في نفسهم. ده من حيث المبدأ. على ارض الواقع الزمالك كان واقف دفاعيا بشكل محترم وقوي، وده النص الاول من الرواية. موضوع الهجمه المرتده ده ما حصلش غير مره واحده في الماتش كله، في الدقيقه 85 من هجمه ستانلي اللي عدى والوظها لمصطفى فتحي اللي في اجازه مفتوحه من فتره طويله ومش عارفين هيرجع امتى. المصري بدأ المباراه بضغط عالي وشامل وكامل في كل حته في الملعب، وحرفيا الزمالك ما كانش بيكمل 3 نقلات على بعض وبيفقد الكرة، لان الضغط كان زي الكتاب ما بيقول، لكن استرجاع الكرة مش كل حاجة، لان برضو المصري ما عملش اي خطورة بفعل التمركز الدفاعي القوي لرباعي الدفاع الزملكاوي. الشكل العام الهجومي لرباعي هجوم الزمالك بيقول ان مفيش اجوان النهاردة الا بصدفة او غلطة، بس اللي عمله حارس المصري لا صدفة ولا غلطة، دي كارثة. بدل ما يشيل الكرة مرة واحدة او يحط في الاوت، لا، قرر يرقص شيكابالا، وعرف غلطته طبعا على مرحلتين. المرحلة الأولى لما شاف الكرة في الشبكة، والمرحلة التانية أكيد كانت مع حسام في أوضة اللبس بين الشوطين. طيب أيمن ومحمد إبراهيم بعافية ومش موجودين في الماتش، وحارس المصري عمل مصيبة سودة وقعد 35 دقيقة بعد الجون لنهاية الشوط دماغه مش في الملعب، دماغه في البومبو اللي هيشلوحه بين الشوطين في أوضة اللبس. يبقى الطبيعي والمنطقي نشوط عليه كتير ونشعلق له كور عالية كتير في المنطقة، لأنه أكيد هيغلط تاني. ده الطبيعي والمنطقي اللي ممكن يجي في دماغ السذج امثالي، لكن على ارض الواقع محدش حاول غير حسني مرتين وبس، والسلام ختام. الشوط مشي فرقه مش عارفه تهاجم وكسبانه، وفرقه يتهيألك انها بتهاجم وخسرانه. بس هو السؤال اللي بيطرح نفسه، ايمن حفني ومحمد ابراهيم؟ خلص السؤال. مش مطلوب من إناسيو انه يقول لهم اي حاجه، هو يجيبهم كده من سكات ويقعدهم يتفرجوا على ادائهم لغايه ما خرجوا. لو فهموا اي حاجه نبطل احنا فرجه على الماتشات. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. تالت ملاحظه، احب انا المدير الفني اللي لما يشوف حاجه غلط يغير بدون اي اعتبار للوقت. الراجل سحب ايمن بين الشوطين ونزل ريكو عشان يقلب الطريقه ل4-3-3، وريكو عمل نشاط وزحمه في وسط الملعب، وده كان مطلوب في ظل الاندفاع المتوقع للمصري عشان يتعادل شويتين كده، وطلع محمد ابراهيم ونزل ستانلي. كان نفسي بس التغيير الثالث يبقى بنزور رفعت مكان باسم ويدخل ستانلي راس حربه، ساعتها كان هيبقى برنس الليالي. بس معلش، واحده واحده، الراجل لسه بيحسس ويعتذر، مش هنقدر نحكم عليه بشكل نهائي دلوقتي، بس كبدايه شغال وشواف. الشوط الثاني عموما ما فيهوش غير هجمه زملكاويه يتيمه في اخر 5 دقايق ومحاولات هجوميه للمصري. الونش ما فوتش منها واحده. الونش النهارده نجم المباراه بلا منازع، وبشكل عام الونش وعلي وحسني قدوا مباراه قويه،
وال11 لاعب الباقيين كلهم مع بعض كده ما يتخيروش عن بعض، اللهم الا شيكابالا وريكو احسن بسيكا. ملحوظه اخيره، يا ريت الراجل يقول للثلاثه اللي تحت باسم واللي تحت باسم ان باسم مش سريع، فمفيش داعي حد يلعب له في مساحات، لان ما حصلش ومش بيحصل ولا هيحصل ان باسم كسب اي سباق سرعه مع اي مدافع في اي فريق في اي بطوله محليه او قاريه او رمضانيه. عاوزكم تبصوا لنص الكوبايه المليان وتتفائلوا، في اكتر من مكسب الماتش النهارده. اولا مكسب ال3 نقط في حد ذاته وده مهم جدا. تاني حاجه الشكل والتمركز الدفاعي القوي قصاد فريق قوي ومحترم ومنظم. تالت حاجه الراجل بدا يتعرف على اللعيبه بشكل اكبر والمكسب هيخليه يشتغل بشكل اهدى. رابع حاجه ودي اهم حاجه ان دي اول مره الموسم ده الزمالك يلعب مباراتين ورا بعض بنفس التشكيل. بس سيبك انت، الحاجه الوحيده العدله اللي طلعنا بيها لغايه دلوقتي من الموسم اللي ما يعلم به الا ربنا ده هو التيشيرت الجديد. والله العظيم